أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من مدة قريبة ذكرنا تساؤلا للشباب الذي بلغ 30 ولم يتزوج بعد، ونصحناه نصيحة قوية من أب إلى لابد أن يخطو نحو البحث و يعني الاقتران والزواج بإذن الله رب العالمين. كلمة اليوم إلى الأمهات المنزعجات على بناتهن التي كلما تقدم لهن شاب ذهب ولم يعد، وهناك نوع آخر لم يتقدم لها أحد رغم جمالها وأسرتها وإجازتها العلمية والمواصفات التي تشجع أي شاب أن يتقدم لها. فتتعجب الأم كلما حضرت عرسا لقريبة لها أو بنت قريبة أو بنت صديقة، وتتعجب وتقول في نفسها: عجيبة، بنتي في الجمال أضعاف هذه، في الخلق أفضل من هذه، في الأسرة أحسن من هذه. بالعكس، هي ترى أن ابنتها هذه لم تحدث في التاريخ إلا مرة واحدة في بيتها. على كل، هذه قناعة أم، وهذه طبيعة أي أم معجبة بابنتها. فينتقل هذا القلق دون مقدمات إلى البنت نفسها، فتشعر البنت أنها قد كبرت في السن، وأن قد ضاقت المساحة على الشباب المتقدم، ويتهم شباب المحلة أو زي ما نقول المكان أو القبيلة أو العشيرة أو الناحية التي تسكن فيها أنهم مصابون بالعمى والعمى. وفرق بين العمى والعمى: العمى هذا فقد البصر، وربنا ينير البصيرة، والعمى والعياذ بالله عمى القلوب وعمى البصيرة والعياذ بالله. فالمهم، فيتعجبوا ما القضية. أولا، رزق البنت لم يأتي بعد في عريس، هذا رقم واحد. يعني الرزق لم يأتي بعد. هذه تماما تضعها بجوار المطر الذي ينزل من السماء، الرزق الذي ينزل من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الرضا الذي ينزل من السماء رضي الله عنهم ورضوا عنه، السكينة التي تنزل من السماء أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الحب الذي ينزل من السماء يحبهم ويحبونه، الإصلاح بين الزوجين الذي ينزل من السماء وأصلحنا له زوجة. أيضا رزق الزوج أو رزق الشاب العريس الذي يطرق الباب ليتزوج، هذا رزق لم يأتي بعد، كالجنين الذي لم يكتمل في رحم أمه بعد 7 أشهر أو 9 أشهر، وله أوان لأن ينزل أو يهبط إلى سعة الدنيا ونورها بعد ضيق الرحم وظلمته. فنفس القضية بالنسبة لهذه البنت. الأمر الثاني، أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. لا نتعجل شيء ولا نمسك في أي يعني معذرة واحد متقدم وده هذه فرصة طيبة بدل أحسن مما فيش، لا أبدا، بالعكس. يعني رزقها عند الله باقي، ورب العباد بيختار لها الخير، وقد يكون في هذا التأخير سبحان الله الخير كله، بدل من أن تذهب وتأتي إليك بولد ولدين وهي قد طلقت ولم تصلح حياتها وصار عندها بدل المشكلة عدة مشاغل. فأنا أقول معذرة أن لا تتعجلوا الأمور، وإنما لا يعني تستبطئ من الله النوال، ولكن استبطئ من نفسك عدم وجود الإقبال. يعني أقبلوا على الله أيتها الأمهات، وادعوا رب العباد عز وجل أن يرزق بناتكم بالصالحين الذين يقدرونهن، والذين كما قال علي: زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. لكن يزوجها لواحد يقطع رحمها والعياذ بالله ويظلمها ويؤذيها لا، بالعكس، اصبروا وصابروا وانتظروا، وسوف يأتي هذا رزق من الله، سوف يأتي للبنت في الوقت الذي يريده الله، لا في الوقت الذي تريده الأم، وبالطريقة التي يريدها الله، لا بالطريقة التي تريدها الأم. إنما الصبر، وهذا رزق وسوف يأتي، ولا تتعجلوا الأمور. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر زواج بناتنا، وأن يسترن في بيوت يكرمهن فيها أزواج صالحون أتوا من سلالات عريقة وسلالات طاهرة وسلالات ذات قيم،
او يعني اصحاب قيم ومبادئ ان شاء الله رب العالمين، وما ذلك على الله بعزيز. وعمر يسأل سؤال. هل في دعاء معين يتقال؟ والله يا ولدي، الحوقلة دائما كنز من تحت العرش، يعني يذهب الله به 70 نوعا من أنواع البلاء وأقلها الهم. فإن شاء الله الحوقلة، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة، هذا رزق سوف يأتي زي الصياد اللي وضع السنارة في الماء، النهر أو البحر، وينتظر متى تشتبك السمكة مع سنارته. هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.